راكي تحوسي على فطائر طرية وخفيفة؟ اليوم راح نشارك معاكم وصفة ناجحة. فطائر المقلاة سهلة وبمقادير بسيطة، عجينتها كيما القطن وحشوها بنين مش نورمال. خليكم معايا للنهاية، نعطيكم السر اللي يخلي الفطائر تاعكم تجي كيما تشوفوا طرية بنينة بحشو مفرمج ما شاء الله. تبعي معايا بسم الله. للعجينة نحتاج كاس من الحليب اللي يكون دافي، تحبوا ديروا كاس، زوج كيسان، كاس كبير، كاس صغير، الكمية اللي راحين تخدموها نتوما. نزيد لها مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، ونزيد معها تاني مغرف كبيرة من السكر. مادام درنا غير كاس تاع الحليب سما كمية السوائل راهي قليلة، المغرف تاع السكر والخميرة ما تعمروهاش بزاف، يعني ديروها ممسوحة. ونزيد معها زوج مغارف كبار من الفارينة باش تخلي الخميرة تاعي تتفاعل لي بسرعة. من بعد نخلط مليح هاد المكونات مع بعضاهم، وراح نغطي عليهم ونخليهم يختمروا معايا مدة 10 دقائق، وهذه العملية ضرورية باش نخليو الخميرة تاعنا هذيك تتفاعل تعطينا نتيجة مليحة للعجينة. نزيد من بعد عليهم كاس غير ربع تاع زيت نباتي. هنايا نعمر الزيت نتاعي حتى نخط في هذا الكاس. كما راكم تلاحظوا اي كاس تكيلو بيه ديروا كاس غير ربع منه زيت، ونضيفوا للمكونات حنايا بعد مرور 10 دقائق. ونزيد معاهم تاني بياض، حبة بيض، نزيد تاني مغرف كبيرة تاع الخل، تعمل كمحسن للعجينة، تخليها ناجحة أكتر وتخليها لي خفيفة. تحبوا بيض ولا أحمر، الخل يكون متوفر عندكم ما يهمش. راح نزيد هنايا دوكا الفارينة، نبدأ نضيف الفارينة، ومع الفارينة راح نزيدو طبعا الملح، ونزيدو خميرة كيميائية. دوكا تشوفوا معايا أخواتي مغرف صغيرة من الملح، ونزيد تاني نص مغرف صغيرة من خميرة الحلويات بهذه الطريقة، ونخلط جيدا. هاد العجينة من أنجح الوصفات، تجيكم بيها فطائر المقلاة من أروع ما يكون. شوفوا كتعودوا تاكلوا فيها من الخفة تاعها، ما تحسوش خلاص بالعجينة هذيك، تحسوا غير بالحشو هذاك اللي يجي مفرمج وبنين، وعجينة خفيفة وما تضركمش كامل، تاكلوا منها كمية كبيرة بلا ما تضركم. هنا نكمل نحط الفارينة غير بشوية، ونجمع العجينة تاعي لازم تكون طرية، ملازمش نشفوها بزاف كما راكم تلاحظوا. راح تجيكم منبسة شوية لأنه حطينا كمية مليحة من الزيت. ونحن نعجنها شوية فوق طاولة العمل، غير شوية برك قيس ما تتلم معايا. من بعد راح نغلقها مليح بهذه الطريقة، ونحطها في إناء آخر، نغطيها بابي فيلم ونخليها تخمر معايا مدة ساعة. من جهة غلاف نروح نحضروا الحشو. في مقلاة على النار حطيت كمية من الزيت مع شوية تاع الزبدة، أنا دايما نحب نضيف الزبدة في التقلية، تعطيني بنة للحشو ولا للأطباق نتاعي. من بعد نحط زوج حبات تاع بصل يكونوا مقطعين مربعات، يا إما ترحيهم في الأشوار بصح تخليهم شوية كبار بيجي الحشو تاعنا بنين، وكمية كبيرة لأنه البصل يعطيكم بنة روعة للحشو نتاعكم. بعد ما يتقلى لي راح نحط نص سطر تاع دجاج، كنت رحيته في الاشوار ونقليه جيدا مع البصل. نزيد له شويه من الاعشاب العطريه، نزيد الملح، وهنا راح نزيد التوابل ضيفوا التوابل اللي تمشي مع الدجاج. انا واش حطيت شويه تاع الفلفل الاحمر الحلو، حطيت شويه ايضا تاع الفلفل الاسود، وحطيت تاني توابل الدجاج. هادو هما التوابل اللي حطيتها، والصراحه عطاوني ذوق روعه للحشو نتاعي. تقدروا حتى تزيدوا شويه تاع الكركم. ومن بعد راح نضيف انايا حبه تاع طماطم تكون كبيره، كنت رحيتها مليح في الاشوار بهذه الطريقه، ونقلي مليح ونخلي الحشو تاعي حتى يطيب معايا. وبالنسبه لهاد الفطائر تقدروا تبدلوا الحشو كما تحبوا نتوما، مش ضروري تقيدوا بالحشو اللي نمدها لكم انايا، لكن هاد الحشوه تجي بنينه بزاف، خصوصا اذا كنتي وراح نديروا هاد الفطائر للعشاء. نرجع للعجينه بعد ما ضاعف الحجم تاعها واختمرت معايا، نقسمها على 6 قطع. نستعين بالفارينة لأنه طرية وتلصق في اليد وتلصق في طاولة العمل. حاولوا تقسموا العجينة تاعكم قد وتحبوا توزنوا الكرات تاع العجينة هكا بيجيكم كامل قد. نكور هنايا العجينة تاعي بهذه الطريقة، نغلقها مليح، نتأكد باللي راني غلقتها جيدا هنايا، وراح نشفى على اول كره تاع عجينه كنت كورتها باش هي اللي راح نبدا بها العمل. هنايا الحشو تاعي بعد ما طاب زدت له شويه تاع المعدنوس مقطع كما راكم تلاحظوا، نخلط جيدا. ومن الاحسن هنايا الحشو تاعكم تكونوا تخدموه قبل ويكون بارد قبل ما تبداو يعني تعمروا به الفطائر نتاعكم.
من بعد نبدا كما قلنا باول عجينه كنا كورناها ديجا راهي بدات تخمر معايا. نرش شويه تاع الفاينه ونطرحها بشكل دائري وتكون شويه رقيقه كما راكم تلاحظوا. من بعد نحط الحشو تاعي في نصف الدائره تاع العجينه، نحاول نوزعه بهذه الطريقه ونحط عليه فرماج. تحبوا فرماج رابي اختيار يرجع ليكم، تحبوا ما ديروش خلاص فرماج الاختيار هنايا ليكم. الحشو قلت لكم هاد الفطائر تقدروا تبدلوا اي حشو تحبوه نتوما، تقدروا حتى ديروا شكشوكه برك مع فرماج اذا تحبوها اقتصاديه اكثر. تحبوا ديروا بصل وطماطم تقليوهم بعد تزيدوا معاها الطون تاع طماطم وفرماج ثاني تجي بنينه بزاف. الاختيار يرجع ليكم. هنايا نغلق العجينه مليح على الاطراف ثم نقلب العجينه ونضغط عليها باه نغلقها مليح وما تفتحش معايا كي نعود نطيب فيها. ومباشرة راح نديها الطاجين ولا مقلاة تكون ساخنة، كنت دهنتها بشوية تاع الزبدة باش تحمر لي مليح هذيك الفطائر ويجي الشكل تاعها يشهي. من بعد كي نحس بيها باللي طابت لي من الجهة التحتانية نزيد ندهن المقلاة تاعي ولا الطاجين، ومن بعد نقلب بهذه الطريقة ونحركها بتحمر لي كامل كيف كيف. هادو الأطراف لازم نضغطوا عليهم بهذه الطريقة باش يحمروا معانا، ونقعدوا نقلبوا فيها ونطيبوا فيها على هذا الشكل. شوفوا ديجا الريحه تاعها وهي طيب تبدا يعني تشهيكم. البنات كي تطيب لي على الجهتين نوقفها باه تطيب لي على الجهه التحتانيه ونحيوها. كي تنحيوها من الاحسن حطوها فوق مشبك هكا باش تبرد معاكم وما ترطابش ما تنداش معاكم هذيك العجينه. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي شهي ما شاء الله. شوفوا هزتها في يدي خفه تاع العجينه ما تصوروهاش خفيفه خلاص. البنات اقعدوا معايا نزيدوا نقسموها ونشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي من داخل. شوفوا هذاك الحشو يجي مشمخ ما يجيش ناشف ومفرمج وبنتو بلا ما نحكي. ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات تحبوا هذا النوع من الفطائر بحشو يكون اقتصادي خير ولا باللحوم، هكا باش نكون على بالي واش نزيد نقدم لكم في الوصفات الجايه ان شاء الله. ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وبارطاج واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. نتلاقى معكم في فيديو قادم والسلام عليكم.